يعني ما لاحظتوش انه عندنا من 2020 لحد الان 6 او 7 سنين ملك اغلب المساكين راه ما عطاش مازال ما حليناش مشكل البطاط، عجلات، السيارات. رانا في احسن نسبه بالنسبه لتونس والمغرب والساحل وليبيا. مشاريع ضخمه، مشاريع تكاد تكون فرعونيه كما يقولوا، مشاريع ضخمه. اليوم المياه رانا نوفر فيها المواطنين، رانا في احسن نسبه بالنسبه لتونس والمغرب والساحل وليبيا. احسن نسبه نتاع تزويد بالمياه الحر شبرها عندنا. ابوني للقناه، الله يسهل عليك اخويا والله يفرحك في هذا النهار. من ناحيه الكهرباء عندنا فايض في لي على 10 11 اللي يقصوا الضوء، ما كان لان الانتاج ما يقدرش. راكم تبعتوا لبنان وما ادراك من لبنان، قعدوا في الظلمه اسبوع حتى نام احنا الفيول. ملك اغلب المساكين راه ما عطاش ثم نحينا هذه نحو هذه. تسخير الله، لا فرق الشغل قسم الله ورا ما أين لكم حلولنا الأساسية. الرب يا قدر يتثبط. يعني ما لاحظتوش أنه عندنا من 2020 لحد الآن 6 أو 7 سنين مازال ما حليناش مشكل البطاط، عجلات، السيارات، البنان. قد البنان راه يصفر، ربي يا قد يصفر. مازلنا في البنان مشكلنا، مازلنا في مشكل تاع. لكن أنا كسلطة سياسية وكسلطة أمنية في الجزائر ما نسمحلكش تدخل الجزائر، ما نسمحلكش. نديرك في قائمة من دخول الجزائر هذا الفاسقات الفاجرات الآليات الكاسيات الكاسيات العاريات، هذو مرفوضين. نزل أسمائهم، نعم، وندير لهم نشرة حمراء حتى يكونوا عبرة لغيرهم. أنا وحدة عريانة قال لها دوري دارت توري الخرا تاعها ولابد العلم الجزائري ولبست العلم الجزائري وتتعرى وكذا وكذا وكذا، ومن بعد طالعها هابطة الجزائر. باقي العاريات السيات، باقي المتبرجات كي يشوفوا هذه داخله خارج ويشوفوا واحده جايتني انا مش عارف انا ما تامن لا استغفر لا بالدين لا مش استغفر ربي متزوجه زوج خا وعايشه واحد الفسق وواحد المجون وواحد الله لا يشوفنا فيه ويستقبل المطار بالورد والشراكي وكذا. باقي البنات يتاثروا. هذه راهي ولات شخصيه في الجزائر يتصوروا معها ويعرفوها وكذا. اذا نتبع الطريق هذه. لو كان لقاو الدوله صارمه مع هؤلاء حقهم. كي نقول حقهم وش هي؟ واحد يتاجر في المخدرات في الحي نبلغوا عليه. شفنا واحد عنده سيف ويهدد في الناس نبلغ عليه. هي ما نقولش خاطيني انا ما وصليش، لانه يوصلك. اليوم ما وصلكش، اليوم ما ضربش امك ولا اختك خوك ولا بيك بالسيف، بصح ممكن غدوه ولا بعد غصن. لانه هذا مادام استعمل سيف ومادام يضرب في الكاشيات في الحي ويبيع في الكاشيات معناتها راهو قنبله موقوته قد تنفجر في وجه اي ساكن من سكان الحي اي وقت. ممكن راهو يبيع في المخدرات لجماعه اخرين، بصح غدوه يبيع لخوك، يبيع لوليدك، يبيع لبنتك. اذا لازم يكون عندك ثقافه من العام. ما ننتظرش حتى الواحد الشواذ، يعني الناس المشبوهين المنبوذين على هذا الناس الذين يسببون خطر على مش عارف انا في بوسماعيل الوهراني حتى يشد واحد بالسيف ويضربوه كذا. ما كنروحوا نصوروا ولا بوليس ونروحوا ونديروا هيلوله ودخلوه ودوه الحبس، لا. لانه هذا الوهراني كان داير باربو في بوسماعيل عنده عامين 3 سنين هو